كنتش معايا تبقى عليا، اصلا اللي بيجي عليا ما يكسبش. لما يغمى عليا مره تانية وحبيت تفوقني شممني الفلوس. مساء الفل. زمان وانا عندي 11 سنة دخلت فيلم المشبوه في السينما، ومن يومها والفيلم ده مش بيروح من دماغي. انا هتكلم عن جمال الحكاية وازاي الكاتب ابراهيم الموجي والمخرج سمير سيف عرفوا يوصلوها لنا بالجمال ده، وقد ايه سعيد صالح كان فنان كبير. زمان اخدت كورس في الاخراج مع المخرج سمير سيف، وكنت بحب اساله كتير عن كواليس الفيلم، ومن الحاجات المهمة اللي قالها لنا ان المشاهد بيديك ساعتين من حياته، فلازم تحترمه وتقدم له فيهم حاجة كويسة. وقال لنا ان اكبر خطيئة ممكن ترتكبها ان المشاهد يحس بملل وهو بيشوف الفيلم بتاعك. عشان كده وانت بتتفرج على فيلم المشبوه مش هيسيبك تسرح منه دقيقة ولا تحس بملل. تعال معايا نشوف الفيلم في السريع كده وتخيل احساسك وانت في السينما. النور بيطفي، الناس بتسقف وتصفر واشتغل الفيلم، التتر بياخدك في عالم من الاثاره والغموض، بتحس انك دخلت جوه قصه من روايات راجل المستحيل، وموسيقى هاني شنودة بتحرك مشاعرك وتحس كانك في حلم. ويبدأ الفيلم. ده ماهر النمر. ماهر حرامي وجاي يسرق الشقة وماشي على طول. ماهر ضحية الظروف وضحية اخوه الكبير، لان هو كمان حرامي وهو اللي معلمه السرقة. هو ده بيومي اخو ماهر الكبير وقدوته للأسف. بيومي هو اصل الحكاية واهم شخصية في الفيلم، وهنتكلم عنه قدام شوية. وده حمودة الأقرع حريف السواقة، مستنيهم تحت العمارة عشان ياخدهم ويهربوا. حمودة الأقرع او الفنان فؤاد احمد اللي اداؤه وطريقة كلامه كانت ابداع، وكانت ترند من قبل ما نعرف الترند. سلامين وحته ولولا حرفنت في السواقه كان زماننا في النيابه. انا مالي، ربنا هو اللي بيرزق. دلوقتي اللي يمد ايده عليا اكسرها له. وقفيوني ده الراجل بتاعي ملوش دوسه في الحكومه. ودي بقى بطة الست الخاطية اللي غيرت حياة ماهر. ما هو ممكن حد الناس شايفينه مش كويس بس يأثر فيك اكتر من حد بيوعظك. المهم ماهر وهو بيسرق الشقة شاف بطة مسكها وبيهددها. طلعت مش سهلة بطة. استني ايه؟ مصوات وتلم الناس. ربنا ما يجعلنا قطاعين ارزاق. بس طلعت جدعة. المهم ماهر اتعرف على بطة واستجدعها. المهم بيومي وحمودة بيحملوا المسروقات، وفجأة البوليس طب عليهم. بيومي وحمودة هربوا، وماهر وبطة كانوا هيتمسكوا، بس ماهر هرب بطة من غير السياسة ما يشوفك. استنى عندك. وجري من الضابط، وبتحصل مطاردة. ماهر اخد رصاصة في رجله واشتبك مع الضابط وضربه، واخد منه الطبانجة وهرب. طبعا مشاهد الاكشن في الفيلم سنة 81 كانت سابقة عصرها بشوية. المهم ماهر دور على بطة بس معرفش يوصل لها. تعرفي بطة؟ لا ما اعرفهاش. بس بطة عرفت توصل له. يا بنت اللذينة. ايوه خدهم بالصوت. فينا اللي عاكر في التاني، انا ولا انت؟ على النعمة انا دورت واستقلت. وده يعرفك ان البنت لما بتحب حد بتعرف ازاي توصل. المهم حبوا بعض وهي تابت علشانه واتجوزها. عن تراكي تبصمين. بوقع يا مولانا. وبيوم اخوه ما كانش راضي عن الجوازه، وهقول لك ليه بس برضه قدام شويه. ايوه استناني قدام شويه هجيب بيومي واجيلك. المهم بطه بقت حامل وبتولد، وطلبت من ماهر يتوب. توب يا ماهر، خليني اقابل ربنا وانا مرتاح. وفعلا ماهر تاب ووعدها انه وعد عليا بطة من هنا ورايح مفيش لقمة حرام هتخش بطولنا احنا التلاتة. وابتدى ماهر يحس ان في حاجه يخاف عليها وعايز يمشي كويس عشان ابنه اللي هيتولد. والكاتب يعمل ابداع ان يوم توبته يبقى يوم ولاده ابنه، وهو يوم ما هيتقبض عليه وتتقلب حياته. وهنا عايز يقول لنا ان لما تبدا تستقيم وتمشي كويس ما تفتكرش ان الدنيا هتبقى وردي، بالعكس هتتحارب وهتعاني ومش هيسيبوك في حالك، بس في الاخر ربنا هينجيك. المهم ماهر عرف ان حمودة الأقرع هو اللي بلغ عنه. حمودة الأقرع اعترف عليك وعليا، فضربه وضيع له عينه، واتحبس ماهر 5 سنين. ماهر قضى المدة. بركة اللي رجعت بالسلامة. وطلع واشتغل شغل شريف وعايز يعيش كويس. 4 وربع 3 زي بعض يلا. وابتدت حياته تحلو. وابتدت تظبط معاه واشترى عربية يشتغل عليها، بس طبعا بتستعبط الريح لما بتشتهي السفن. والظابط يقابل ماهر ويشك ان هو المجرم اللي بيدور عليه. استنى عندك. تعالى هنا.
وفي المشهد ده المخرج سمير سيف عامل عظمه، وكنت مستغرب ازاي اقنع عادل امام انه يوافق يعمل المشهد بالشكل ده. تخيل عادل امام نجم مصر الاول بيتضرب بجد. قدامي قدامي قدامي. وابتدى الصراع بين اصرار ماهر على التوبه وبين الضابط اللي ضاغط عليه وشايفه مجرم وعايز يصفي حسابه معاه، وبين الضغط اللي عليه من بيوم اخوه عشان يرجع للسرقه. ويفضل الضغط مستمر من الكعب الداير في كل الاقسام لحرق عربيته اللي عليها اقساط، لمراته اللي اخوه شغالها رقاصه، لحد ما اتحاصر ووقع ووافق انه يرجع للسرقه. معانا ولا علينا؟ معاكم. ما هي بايظه يعني هيحصل ايه اكتر من اللي بيحصل؟ وفعلا بيرجع وبينفذوا العمليه. انزل. ولا حركه لا طير نافوخه. وبيدوا بومبا لافيوني وحموده. هنا بومبا يا افيوني. بس للاسف بيومي بيتصاب. ماهر زهره انا اتصبت. عشان نشوف اجمل واقوى مشهد في الفيلم. ما تتخلاش عني يا ماهر، انا صحيح اتخليت عنك كتير وعملت حركات ندالة كتير بس من عشمي. بنشوف ماهر وهو خايف على اخوه بيومي ورافض يسيبه. ماهر متمسك ببيومي مع انه السبب في كل الاذيه اللي حصلت له. وتشغل مراتي رقاصه تقوم تحرق العربيه. هي اللي كانت معلماك الشرف. انا كاتب عليها الشقه بيومي، كنت خليتني اكمل تعليمي، ذنبي في رقبتك. انا علمتك احلى صنعه. وهنا بنعرف اصل الحكايه وايه اللي خلى بيومي مجرم. اول سرقه سرقتها كنت عيل ابن 12 سنه، كان الطقم اسنان ذهب، كسرت تربه وخدته. بيومي لما كسر التربه ونزل يسرق طقم السنان وهو طفل عنده 12 سنه اكيد كان مرعوب واكيد كان مضطر. بعت الطقم واشتريت لك لبن. فممكن تتخيل كميه الظلم والفقر والاحتياج اللي يخلي طفل يعمل كده. كنت انت بتصرخ من الجوع وكانت امك عيانه ومش قادره ترضعك. وبنعرف ان بيومي كان ضحيه هو كمان. يمكن كنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر عن بيومي، بس الفيلم كان مركز اكتر مع ماهر. بيومي اخد طقم السنان من التربه لكن مشاعره ماتت منه ودفنها هناك، وطلع من التربه شخص قلبه ميت بدون مشاعر. مش مهم تعمر قلبك، المهم تعمر جيبك. وده اللي خلاه يبقى حرامي محترف. عربيه محمله فلوس متعوده تمشي من الطريق ده كل اول شهر، وخلاه يشغل اخوه الصغير معاه بدل ما يخاف عليه ويربيه كويس. وده اللي خلاه رافض جواز اخوه من بطه، ما هو مفيش عواطف ومش عايز حد ياخد اخوه منه. وده اللي خلاه يحرق عربيه اخوه عشان يرجعه للسرقه. وده اللي خلاه يشغل مرات اخوه رقاصه. بيومي كان عايش بدون مشاعر بسبب الفقر والظروف الصعبه. شوف نظره بيومي وغيظه من ماهر وهو بيتكلم عن بطه. علقت بيها يا ماهر. وانا معاها كنت متكيف يا سيده، كاني ضارب شارع ومقفله. تبقى بتحبها يا بطل. شوفوا هو بيقنع بطه تشتغل رقاصه. 2 ستات كانوا بيستحموا، قامت حريقه في الحمام، واحده جريت عريانه نفدت بعمرها، واللي اتكسفت وما جريتش ماتت محروقه. بيومي كان شاطر ومقنع. مين قال عريانه؟ انت هتلبسي بدله محترمه، وزاره السياحه هي اللي حاطه مواصفاتها. شرير الولد ده. بيومي حبه للفلوس كان معدي كل الحدود. شوف نظرته وكلامه للفلوس. اشوف وشكم بخير، انتوا صحيح بتفوقوني لما يغمى عليا، لكن يا ترى ممكن تحيوني لما اموت؟ بيومي كان عايش يخطط للفلوس. عمليه كبيره قوي، امريكاني، عمليه فيها قرشين كويسين، شقه لوكس. بيومي بيموت ولسه بيفكر ويخطط ويقسم في الفلوس. خد الخاتم حطه في صباعك تذكار، وخلي الساعه لصاحب النصيب، وخد الفلوس. بنشوف بيومي معاه الفلوس ومش قادر يحس بطعمها. يا ترى طعمكم ايه؟ وبنشوف نهاية بيومي انه كسب الفلوس لكن خسر نفسه. بيومي وياما شفنا في الحقيقة شخصيات كتير زي بيومي. بيومي كان يستاهل يتعمل له فيلم لوحده. وبصراحة الفنان سعيد صالح كان جبار في الدور ده. سعيد صالح كان الشرير ابو دم خفيف اللي هو شرير بس تحبه، وكان بيرمي الافيه بحرفنة. وظيفة؟ استغفر الله العظيم، هتشتغلي رقاصة. تعال عشان تشوفه. طب وشغلك؟ بتتعامل معايا ليه وتبيع لي المسروقات؟ وانت نسوانة جدع. وتشغل مراتي رقاصه. يعني انت كنت اتعرفت عليها في الجامعة يا خي؟ المهم ماهر بيروح القسم عشان كان لازم يبات فيه كل يوم، ويتفاجئ ان الضابط اتعاطف معاه. الليله دي هعفيك من البيت في القسم، روح نام في بيتكم. بس بعد ايه بقى؟ بعد ما باظت. المهم العصابه بتوصل لماهر وبيخطفوا كريم عبد العزيز قصدي بيخطفوا علي، وبيطلبوا من ماهر يجيب الفلوس عشان ياخده. ماهر بياخد الفلوس وبيروح للعصابه، وبطه بتروح تبلغ الضابط. وعلى فكره الدور ده كان من افضل ادوار فاروق الفيشاوي. المهم ماهر بيدي الحموده الفلوس. لو عايز ابنك هات بقية حقي. ال100,000 جنيه كلهم في الشنطه. لكن حموده بيقول له عينك
هي بقت حقي. يخرب بيتك يا حموده، ده انا زعلان على الفلوس، انت عايز تاخد عينه كمان؟ وهنا مطلوب من ماهر يدفع ثمن الماضي، لكن تدخل الضابط في الوقت ده كانه بيقول لك ان ربنا رحيم، وعلى قد اللي هتتعرض له وانت مستقيم على قد ما ربنا هيبعت لك العون في وقته. افيوني بياخد علي وبيجري، وبيحصل لحظات سسبنس كده امريكاني. ده شغاله بيها. والظابط يضرب افيوني طلقه في رجله وطلقه في راسه. وكل السينما اتقلبت تسقيف وكلنا كنا فرحانين، اصل الظابط لو ما كانش انقذ الطفل ده ما كناش شفنا ابو علي ولا الفيل الازرق ولا واحد من الناس. المهم ماهر اعترف للظابط: انا الحرامي اللي اتهجم عليك، انا مش حاسس انك انت نجيت ابني، انت لو لفيت حبل المشنقه حوالين رقبتي انا موافق. والظابط سامحه، لكن اقدر اعمل حاجات قانونيه كتير تفيدك وتقوي مركزك في القضيه. وكانت نهايه سعيده. وبجد فيلم المشبوه من اجمل الافلام العربي اللي اتفرجت عليها، وفي الاخر اتمنى تكونوا انبسطتوا. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتدوس لايك لو عجبك الفيديو. سلام.